اخواتي وحبايبي جمهور ماستر بيس فيلم الهاند فري بتاعك الرايق وتركيزك معايا ويلا بينا نبدأ في فيلم النهاردة. بيبدأ الفيلم مع شاب اسمه مايكل وبنعرف ان مايكل في المرحلة الثانوية وبيبان على مايكل ان جسمه ضخم جدا بالنسبة لسنه لدرجة انه بيكون مشهور في المدرسة باسم بيج مايك. وبنعرف ان مايكل وحيد وده لان الدولة فصلته عن امه وهو صغير وده لانها مدمنة ومش مؤهلة انها تربيه. اما والده فمش بيكون عارفه ولا شافه قبل كده. وفي يوم بيقرر واحد من جيران مايكل انه يساعده وعلشان كده بياخده يبات معاه في بيته وكمان بيقدم له على المدرسة. وقتها بيشوف مدرس التربية الرياضية مهارة مايكل في الرياضة وبتبان خفته برغم جسمه الضخم فبينبهر بيه. وفي البداية المدرسة بتكون رافضة تقبل مايك طالب عندهم وده بسبب مستواه الدراسي الضعيف جدا. لكن مدرس التربية الرياضية بيقول لهم ان مايكل من حقه يدرس زيه زي اي طالب في المدرسة وبيصمم انهم يقبلوه. فبتوافق إدارة المدرسة وبتقبل مايك طالب عندهم. وتاني يوم بيروح مايكل للمدرسة وبتقدمه المدرسة لباقي زمايله اللي في الفصل واللي بيكونوا مصدومين وخايفين من مايكل وحجمه. وبيدخل مايكل يقعد لوحده وهو قلقان ومتوتر لدرجة انه مش بيعرف يحل اي حاجة في الامتحان ومش بيقوم من مكانه غير لما كل اللي في الفصل بيخرجوا. في نفس اليوم بالليل بيسمع مايكل جاره وهو بيتخانق مع مراته بسببه وده لانه سمح له يقعد معاهم في البيت والوضع ده مش بيكون عاجب مرات جاره. فبيتضايق مايكل وبيقرر انه مش هيرجع لبيت جاره تاني. وبعدها بنتعرف على لي ان اللي بنعرف انها من الطبقة الراقية في المجتمع. اما زوجها شون فبيكون لاعب كرة سلة متقاعد وصاحب سلسلة مطاعم مشهورة. وبتروح ليه مع جوزها وابنها واللي بيكون اسمه اس جي وده علشان يحضروا مباراة كرة اليد لبنتهم كولينز في المدرسة واللي بيصادف انها نفس المدرسة اللي فيها مايكل. وبيكون مايكل هو كمان بيحضر المباراة. وبعد ما بتخلص المباراة مايكل بينظف الملعب وده علشان يشوف بواقي الاكل والمشروبات علشان يتعشى بيهم. وتاني يوم بعد المدرسة بيشوف مايكل بنتين بيلعبوا فبيروح علشان يتكلم معاهم لكنهم بيخافوا منه وبيهربوا بسرعة. في نفس الوقت اللي بيشوفوا اس جي فبيروح يتكلم معاه وبينصحه انه لازم يبتسم في وش الاطفال علشان ما يخافوش منه. وقتها بتوصل ليه علشان تاخد اس جي ولما بتشوفه واقف مع مايكل بتستغرب وبتسأله عنه. فبيعرفها اس جي انه طالب معاهم في المدرسة. وفي نفس اليوم بالليل واثناء ما كانت ليه وعيلتها راجعين للبيت بيشوفوا مايكل وهو ماشي في الشارع لوحده وبتلاحظ ليه ان هدومه خفيفة جدا برغم ان الجو بيكون برد بدرجة شديدة. وعلشان كده بتطلب من شون انه يوقف العربية وبتنزل تتكلم مع مايكل وبتسأله عن المكان اللي رايحه. وبتعرف منه انه رايح صالة الالعاب الرياضية اللي في المدرسة علشان يبات فيها وده لانها مكان دافي وهيحميه من البرد. فبتعرف ليه ان ما عندهوش مكان يبات فيه وعلشان كده بتقول له ان صالة الالعاب قفلت وبتعرض عليه انه يبات عندها في البيت. وفعلا بتاخده ليه مع عائلتها للبيت وبتسمح له انه ينام على الكنبة في الصالة. ولكن في نفس الوقت بتكون لسه قلقانة منه وده لانها ما تعرفهوش ولا تعرف اذا كان طيب فعلا ولا لا. وبتقول لجوزها انها خايفة ان مايكل يسرق حاجة من البيت فبيعرفها انهم هيكتشفوا الصبح لو فعلا سرق حاجة. لكن تاني يوم لما بتنزل ليه للصالة بتتفاجئ ان مايكل رتب الكنبة مكانه ومشي من البيت. فبتخرج علشان تنادي عليه وبتعرض عليه انه يحضر معاهم عيد الشكر بدل ما يحضره لوحده. فبيوافق مايكل لان ما عندهوش اي مكان تاني يروحه. ولما بتحضر ليه الغدا بياخد مايكل طبقه وبيروح ياكل لوحده على السفرة بعيد عنهم. ولما بتشوفه ليه بتقرر انها تحضر الاكل على السفرة وده علشان ياكلوا كلهم مع بعض. وبعدها بتخرج مع مايكل وبتقول له انهم هيشتروا هدوم جديدة ليه. لكن مايكل بيرفض وبيقول لها انه عنده هدوم في بيته القديم. فبتاخده ليه على العنوان اللي قال لها عليه علشان يجيب هدومه. وقتها بيطلب منها مايكل انها ما تخرجش من العربية وده لانهم في حي فقير واكيد هتتعرض لاشخاص يضايقوها بسبب شكلها الغني. وبعد فترة بيرجع مايكل من غير اي حاجة وبيقول لها انه ما لقاش حد في البيت. فبتاخده ليه وبتشتري له هدوم جديدة وكمان بتجيب له سرير جديد وبتدي له اوضة في البيت. ساعتها بيشكرها مايكل من كل قلبه وبيقول لها انه اول مرة في حياته يكون عنده سرير ينام عليه. فبتتأثر ليه بكلامه. وبعدها بيبدأ مايكل يروح المدرسة مع اس جي وبيلاحظوا المدرسين تطور في درجات مايكل وانه بعد ما كان بيسقط في كل الامتحانات بقى بينجح ولو حتى بدرجات قليلة. وفي الوقت ده بتكون ليه بتعرف معلومات عن مايكل من المدرسة وبتعرف من اختبار تحليل الشخصية اللي بتعمله المدرسة لكل طالب ان مايكل مستواه التعليمي ضعيف جدا ولكن في المقابل عنده قوة بيوظفها في الحماية وده بدون ما يأذي اي حد بيها. وقتها بتقرر ليه انها تستغل موهبته وتقدم له في فريق كرة اليد الامريكية في المدرسة. وبمناسبة الخبر ده بيخرجوا كلهم يتعشوا مع بعض واثناء ما كانوا خارجين من المطعم بيشوف مايكل شاب فبيروح يسلم عليه وبيحضنه. ولما بيرجع بتسأله ليه عنه فبيقول لها مايكل انه يبقى اخوه وانه ما شافهوش ولا يعرف عنه حاجة من ايام طفولته. وتاني يوم بتتصور عيلة ليه الصورة السنوية بمناسبة عيد الشكر ولكن المرة دي بيقرروا يضموا مايكل معاهم في الصورة. ولما
أصحاب لي بيشوفوا الصورة بيتريقوا عليها وبيتنمروا على مايكل بسبب لونه وحجمه، وساعتها لي بتتضايق جدا منهم لدرجة إنها بتتخانق معاهم وبتقوم وبتسيب المكان، وبعدها بتروح تتكلم مع بنتها كولينز وبتسألها إذا كانت متضايقة من وجود مايكل في البيت، لكن كولينز بتنفي كلامها وبتقول لها إنها اتعودت على مايكل ومش متضايقة من وجوده. ومن بعدها بتبدأ علاقة كولينز ومايكل تتحسن، وبقت بتقعد وبتذاكر معاه في المدرسة بعد ما كانت الأول بتخاف من كلام أصحابها عليه. أما اس جي فبيكون مدرب مايكل وبيدربه على التمارين الرياضية اللي المفروض يعملها قبل التدريب، وبرغم إنه مدرب فريق كرة اليد بيشوف إن مايكل موهوب، إلا إنه في نفس الوقت بيلاحظ إن مايكل مش بيدافع في اللعبة، وده لأنه بيكون خايف يأذي الخصم بسبب قوته. أما لي فبتقرر في الوقت ده قرار مهم، وهي إنها تتبنى مايكل بشكل رسمي وتكون هي الوصية عليه. ولما بتعرض الفكرة على جوزها في البداية بيكون رافض، لكن بعد إصرار لي بيقتنع وبيوافق. فبتبدأ لي في إجراءات التبني، وبتعرف إن والدة مايكل الحقيقية لسه عايشة، وكمان بتعرف السبب اللي خلاها انفصلت عنه. فبتاخده لي على عنوانها وبتروح تزورها، ولما بتفتح لها والدة مايكل بتتفاجئ لي بحالتها وبحالة البيت اللي عايشة فيه، وبتعرفها لي إنها ناوية تتبنى مايكل. فبتفرح الأم جدا وبتطلب منها إنها تهتم بيه، ولكن والدة مايكل بتقول لها ما تتفاجئش لو صحت ولقيت مايكل هرب، وده لأن في عائلات كتير اتبنوه وفي كل مرة كان بيهرب منهم وبيروح علشان يدور عليها. وفجأة بتعيط والدة مايكل وبتقول إنها ما كانتش أم صالحة لمايكل ولا لأي واحد من أولادها، لدرجة إنها مش فاكرة حتى عدد أزواجها ولا تعرف أي حاجة عن باقي أولادها، وده بسبب حياتها اللي اتدمرت من المخدرات. فبتواسيها لي وبتوعدها إنها هتهتم بمايكل، وبعدها بتخلص لي كل إجراءات التبني وبتروح تسأل مايكل إذا كان نفسه يبقى من عيلتهم. فبيعرفها مايكل إنه بقى بيعتبر نفسه واحد منهم. وقتها بتعرفه لي إنها خلصت كل إجراءات التبني وإنه بقى رسميا من العيلة. ومش بس كده، دي كمان بتجيب له العربية اللي كان نفسه فيها وبتساعده إنه يطلع رخصة قيادة. وتاني يوم بيخرج مايكل مع اس جي بالعربية الجديدة، وبيكونوا الاتنين فرحانين وبيغنوا لدرجة إن مايكل مش بياخد باله وبيعمل حادثة. ولما بيوصل الخبر للي بتخاف جدا وبتجري بسرعة علشان تطمن عليهم، ولما بتشوف مايكل بيقول لها تروح بسرعة تطمن على اس جي، فبتروح ليه علشان تطمن عليه، وبتلاقي إن إصابة اس جي بسيطة جدا، وبتعرف إن مايكل هو اللي أنقذ اس جي ومنعه إنه يخبط في الإزاز. ولما بتروح أن لمايكل بتلاقي إيده مصابة إصابة كبيرة، وده بسبب حمايته لاس جي. وبعد فترة بيرجع مايكل للتدريب مرة تانية، وبتلاحظ ليه إن مايكل مش بيستخدم نص قوته في التدريب، وإنه بيخاف يأذي أي حد قدامه، وده بيخليه مش عارف يتقدم في التدريب برغم مهارته العالية. وقتها بتقرر ليه إنها تستغل إن مايكل بيستخدم قوته علشان يحمي اللي بيحبهم، وعلشان كده بتوقف التدريب وبتدخل تكلمه، وبتفكره لما رفض إنها تخرج من العربية علشان يحميها من أي حد بيضايقها. وكمان بتفكره لما أنقذ اس جي واستخدم قوته علشان يمنعه يخبط في إزاز العربية، وإنها واثقة إن لو كولينز في مشكلة هيستخدم قوته علشان يحميها. وعلشان كده بتطلب منه إنه يتخيل إنه بيحمي عيلته في اللعبة، وبتطلب منه يدافع بكل قوته بدون ما يخاف لأنه كده كده مش هيأذي حد. فبيقتنع مايكل بكلامها وبيوعدها إنه هينفذه. ولما بيبدأ التدريب مرة تانية بيلاحظ الكل التقدم الملحوظ في كفاءة مايكل، وإنه بس كان محتاج تشجيع من شخص بيثق فيه. وبتنتهي فترة التدريب وبتيجي أول مباراة فعلية لمايكل مع فريقه، وبيكون مايكل ضد فريق تاني من مدرسة تانية، وبيبان إن في لاعب من الفريق التاني بيتنمر على مايكل وبيوعده إنه هيخسره أكبر خسارة في حياته. وفي البداية بيكون مايكل خايف يستخدم قوته، وده اللي بيخلي فريقه يخسر عدد كبير من النقط. وفي الوقت ده بتكون ليه وعيلتها في المدرجات بيشجعوا مايكل، ولما بتسمع واحد بيتنمر على مايكل بتتخانق معاه وبتدافع عن ابنها، لغاية ما بيشوف مايكل المدرب بتاعه بيتخانق مع الحكم، وساعتها بيجي في باله إنه لازم يحمي المدرب، وعلشان كده بيبدأ يستخدم قوته وبيبدأ يدافع في الفريق لدرجة إنه بياخد اللاعب اللي كان بيتنمر عليه وبيرميه بره الملعب. ومن هنا بتبدأ نقطة تحول المباراة، وبسبب مايكل بيفوز فريقه بأول مباراة ليه في الموسم، وبيكون اس جي مصور كل المباراة، وعلشان كده بيحملها على سيديهات وبيبعتها لكل فرق كرة اليد في أمريكا. والكل بيعجب بمهارة مايكل في اللعبة لدرجة إنهم بيروحوا التدريب علشان يشوفوه وهو بيتدرب، وكمان بيجيله عروض كتير جدا من فرق مختلفة، ده غير المنح الدراسية اللي بتتعرض عليه من أهم الجامعات في البلد. ولكن في الوقت ده بتلاحظ ليه مشكلة، وهي إن مستوى مايكل الدراسي قليل جدا، وده اللي هيتسبب له في مشكلة لأنه محتاج معدل دراسي معين، وده علشان يتقبل في منح الجامعات، وده اللي هيزود فرصته مع فرق أهم وأكبر. وعلشان كده بتجيب له ليه مدرسة في البيت واللي بيكون اسمها اس، وبتشرح لها وضع مايكل الدراسي وإنه معدل استيعابه بطيء، فبتوعدها اس إنها هتغير من مايكل. وفعلا بيبدأ مايكل في الدروس الخصوصية مع الأستاذة اس في نفس الوقت اللي كان بيحقق
بيحقق فيه تقدمات هايلة مع فريقه المدرسي في كرة اليد، وفريقه بيفوز بالكاس في نهاية الموسم. ومن بعدها بتبدأ الزيارات من أصحاب الفرق والجامعات لبيت مايكل، وكل واحد فيهم كان بيعرض عليه عرض أقوى من التاني، ولكن مايكل كان بيوكل اس جي إن هو اللي يختار مكانه ويطلب الشروط اللي هم عاوزينها. وقتها بيستقر مايكل على جامعة من الجامعات، ولكن عيلته كانت عايزاه يدخل جامعة تانية، وده لأنها جامعة أهم، والجامعة اللي عايزين مايك يدخلها هي نفس الجامعة اللي متخرجة منها لي وجوزها شون، وعشان كده بيطلبوا من اس إنها تغير رأي مايكل في الجامعة، فبتقدر اس إنها تخوفه من الجامعة اللي كان ناوي يدخلها. وفعلا في النهاية بيستقر مايكل على الجامعة اللي كان فيها لي وشون. وقتها بتتحل كل المشاكل، وحتى مستوى مايكل الدراسي بيتحسن وتقديراته بتزيد، ما عدا مادة واحدة اللي بيكون تقديره فيها ضعيف جدا، والمادة دي ممكن بسببها يخسر المنحة الدراسية. وعلشان كده بتروح ليه لمدرس المادة وبتسأله عن سبب ضعف مايكل، وبتسأله إذا كان في حل علشان يحسن من درجاته في المادة، فبيعرفها إنه ممكن يزود درجاته بكتابة المقال النهائي للمادة. وقتها بيكون مطلوب من مايكل إنه يختار موضوع يتكلم عنه في المقال، فبتعرض عليه الأستاذة اس أكتر من موضوع، لكن في النهاية بيقرر مايكل إنه يكتب مقال عن الشجاعة، وبيكتب فيه إن الشجاعة هي إنك تسعى لحلمك وتحققه مهما كانت الظروف صعبة ومنعتك. وأستاذ المادة بيعجبه المقال جدا، وفعلا بينجح مايكل فيها. وأخيرا بيتخرج مايكل من الثانوية، وبيتخرج بتقدير يسمح له إنه يتقبل في المنحة الدراسية. وساعتها بيكون مايكل فرحان جدا إن حياته اتغيرت، وإنه بعد ما كان وحيد وبائس بقى شخص ليه أهمية كبيرة، وحتى ليه وعيلتها بيكونوا فخورين بمايكل وإنه واحد من عيلتهم. وبعد فترة وقبل ما مايكل يسجل في الجامعة، بيطلب اتحاد الكورة إنه يحقق مع مايكل. وقتها ليه بتروح معاه، ولكن المحققة بتطلب منها إنها تحقق مع مايكل لوحده. وساعتها بيكون مايكل متوتر ومش عارف سبب التحقيق، لغاية ما بتسأله المحققة إذا كانت عيلته اللي متبنياه بتستغله لمصالحها الشخصية، أو إنهم أقنعوه إنه يدخل الجامعة دي بالذات، وبتعرفه إن الجامعة دي هي نفس الجامعة اللي متخرج منها عيلته. ساعتها بيفهم مايكل ليه آن كانت مصممة على الجامعة دي بالتحديد من البداية، وبيبدأ يحس إنه كان عايش في كذبة كبيرة، وإن عيلته كانت فعلا بتستغله. ساعتها بيخرج مايكل للي وبيسألها ليه عايزاه يدخل الجامعة دي بالذات، وبيسألها لو كانت بتستغله لمصالحها الشخصية. وقبل ما يسمع منها أي إجابة بيسيبها وبيمشي، وبترجع ليه للبيت وهي متضايقة ومش عارفة مكان مايكل، لدرجة إنها بتشك إنها فعلا أنانية، وده لأنها عمرها ما سألته عن اللي كان عايز يعمله. لكن وقتها شون بيطمنها إنها أفضل أم، وإنها عمرها ما كانت أنانية. وفي الوقت ده بيروح مايكل للحي القديم علشان يدور على والدته. وقتها جيرانه بيطلبوا منه إنه يقعد معاهم لأنها بتيجي كل فترة، وفعلا بيروح مايكل يقعد معاهم. لكن ساعتها جيرانه بيفضلوا يتكلموا عن عيلته المتبنياه وبيتريقوا عليهم. وقتها مش بيستحمل مايكل كلامهم عن عيلته، فبيضربهم وبيمشي. وتاني يوم بتروح ليه للحي علشان تدور عليه، لغاية ما بتلاقيه قاعد لوحده في الشارع، وبتروح تقعد معاه. وقتها بتتأسف له على كل اللي حصل، وبتتأسف له إنها عمرها ما سألته على اللي نفسه فيه، ولا حتى كمان إنها أخدت رأيه إنه يلعب كرة اليد. لكن مايكل بيقول لها إنه مسامحها، وإنه فهم إنها بتعمل كل ده علشانه وعلشان مصلحته. ولما بيرجع اتحاد الكورة يحقق مع مايكل مرة تانية، بيقول لهم إنه دخل الجامعة لأنها نفس الجامعة اللي أهله دخلوها، ولأنه من نفس العيلة فكان عايز يدخل نفس الجامعة. فبيقتنع اتحاد الكورة بأسباب مايكل، وفعلا بيقدم مايكل في الجامعة، وبيروح أهله معاه لغاية هناك علشان يوصلوه. وساعتها ليه بتسلم عليه وبتروح بسرعة على عربيتها، فبيعرف مايكل إنها بتعيط علشان هيبعد عنها، وعلشان كده بيروح وراها وبيودعها وبيشكرها على كل اللي عملته علشانه. وبعد سنين بيتخرج مايكل من الجامعة، وبيبقى من أشهر وأهم لاعبين كرة اليد في العالم، وبيتحول من مجرد شاب مشرد في الثانوية وما عندهوش بيت لشاب قدوة بيحلم كل الشباب إنهم يحققوا نجاحاته. وبكده بيخلص فيلم النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا. أشوفكم بخير.